عندنا وصفة جديدة وحلوة ولذيذة في نفس الوقت. بس هي والله أكلة جميلة جدا جدا، ولو عملتيها مرة مش هتستغني عنها وهتعمليها على طول بأمر الله. عندنا المرة دي البصارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي، البصارة العسل دي. يلا بينا واحدة واحدة مع بعض نبتدي الطريقة. لو كنت مبتدئة خلي بالك من الكلام اللي أنا هقوله عشان كله مهم. أول حاجة هنجيب الفول المدشش اللي احنا شايفينه ده، اسمه الفول المدشش. روحي عند العلاف تقول له أنا عايزة فول مدشش. ده نص كيلو فول مدشش. ننقيه الأول، تنقيه الاول ونغسله كويس قوي قوي قوي. يعني لو فلايه مش حلوه، فلايه مخرومه تشيليها. وبعد ما تغسليه كويس قوي تنقيه، تنقعيه من بالليل للصبح. ولما تنقعيه من بالليل للصبح هيسرع معاكي في السوا ده. لما تنقع هيزيد معاكي في نفس الوقت زي ما انت شايفه كده. بعد كده هتحطيه على النار، هتجيبي حله وتحطيه على النار. وبعدين هتزودي عليه ميه، تحطي الفول في الحله احنا شايفين كده. بعد ما تحطي الفول على الحله، طبعا بعد ما تنقع وتغسل كويس قوي 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 ميه جاريه، وتنقع من بالليل للصبح، حطيه على النار. وبعدين هتزوديه ميه لحد نص الحله، لحد نص الحله ميه. وبعدين هنحط ايه تاني هنقول لكم. بعد ما حطينا الميه هنسيبه يا دوبك يغلي، عشان ما نحطش البصله دلوقتي قبل ما يغلي، غلط. لازم يتحط والبصل وهو بيغلي اصلا عشان نحط البصله. وبعدين هنكونوا بعد ما غلي معانا كده زي ما احنا شايفين، وريتكم اهو. هنكونوا مخرطين بصلايه كبيره، وقرنين فلفل اخضر حامي بارد زي ما انت عايزه يعني، وكزبره خضراء زي ما احنا شايفين تاني اهو. بصلايه كبيره متخرطه، وقرنين فلفل حامي، وكزبره خضراء. وبعدين هنحطهم على البصاره اللي احنا عاملينها او على الفول. وممكن برضو فلفل بارد برضو زي ما انت عايزه، قرن فلفل بارد كوبي، وقرن فلفل حراق زي ما انت عايزه، يعني حسب ما انت عايزه الحرقيه بتاعته تحطيها. وبعدين نقلب كده مع بعض. بعد ما حطينا اللي احنا قلنا عليه، البصل والفلفل. وبعدين هنحط معاهم فصين توم، ونغطي كده فصين بس كده عشان هنحط توم تاني ونقليه. وبعدين بعد ما استوى معانا زي ما احنا شايفين كده، هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هتعرفوا انه استوى. لو في ريم ولا حاجه، لو في ريم ولا حاجه طبعا يتشال الريم. هتعرفي انه استوى ازاي. هتشيلي فولايه بايدك كده بالمعلقه، وتعمليها بطرف ايدك كده. لو طارت معاكي الفولايه هيبقى كده استوى معاكي. انا ماشيه معاكي خطوه بخطوه. اتمنى اكون وصلت كل حاجه مظبوطه، وخصوصا المبتدئين حبايبي اللي انا بكلمهم، بناتي واخواتي حبايبي. وبعدين بعد ما تبرد، ما تحطهاش في الخلاط وهي سخنه، لازم تبرد. وبعدين عشان الخلاط ما يبص معاكي، اول ما تبرد تيجي حطها في الخلاط وضربها في الخلاط. دي اكله حرشه وجميله جدا جدا، واتمنى ان هي تعجبك. وبعدين هنضربها في الخلاط، نحطها كده نضربها في الخلاط زي ما احنا قلنا كده. وبعدين لما نضربها في الخلاط هتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. ونحطها في الطبق كده. هي دي البصلة الجميلة بتاعتنا، البصلة الحلوة الجميلة. بعد ما تتضرب في الخلاط هنبتدي بعد كده هندخل في الخطوة التانية. هنحطها في الحلة. وبعد ما نحطها في الحلة هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا، كمون وشطة وحبة فلفل اسود برضو لو حبة، وملح. ونقلب. الكزبرة الناشفة مش هنحطها دلوقتي، هنحطها لما نحمر التومة مع بعض ونشوف. نحمر البصلة كمان. وبعدين هنجيب طاسة ونحط فيها زيت. هيكون زيت يعني مش كتير قوي، يعني زيت
عشان انت بعد ما تحمري التومه هتحمري البصله فيه يعني هتحمري، هتحطي زيت هتحمري فيه التومه، هتحمري فيه البصل، وبقيه الزيت هتحطيه على البصاره من فوق. هنكون طبعا شايفين الزيت عامل ازاي. هنكون طبعا مجهزين التوم ومقشرينه، وبعدين هنحمره كده بالمنظر ده كده، وبعدين واحده واحده كده نشيل معانا التوم، نشيل واحده واحده كده التوم، وبعد كده نحطه في مصفى سلك عشان خاطر احنا عايزين الزيت من غير التوم، عشان لو فضلت حبه توم ولا حاجه فيه ممكن يتحرق منك وانتي بتحمري البصله، فتخلي بالك وتحطيه في مصفى سلك زي ما انت شايفه كده في الفيديو. وبعد ما تفضي الزيت منه ترجعيه في الطاسه تاني، الزيت تحطيه عفوا تحطيه في الطاسه تاني، والتومه دي هتحطيها على البصاره اللي انتي ضربتيها في الخلاط. هنحط الزيت تاني في الطاسه كده، وهنكون مخرطين بصله كبيره دواير. هنحط التوم زي ما احنا شايفين كده اهوت، التوم اللي احنا صفينا منه الزيت هنحط على البصاره اللي احنا عملناها مع بعض. هي سهله جدا، سهله جدا جدا يعني البصاره، وطعمها جميل جدا جدا. لو انت جربتيها لو عملتيها مره هتعمليها على طول من حلاوتها. هتحطي هنا معلقه كزبره ناشفه بعد التوم ما اتحمر وتقلبيها. نحط معلقه كزبره ناشفه ونقلب كده، وبعد ما نقلب كده هنكونوا مجهزين بصلايه هتغلي طبعا زي ما احنا شايفين كده، تغلي غلوتين كده عشان التوم اللي احنا حطيناه يعني مع بعض. بعدين نحط الزيت اللي احنا حمرنا منه التوم وصفيناه زي ما احنا شايفين كده بمصفى سلك، زي ما احنا شفنا يعني في مصفى سلك. نفس الزيت هتحمري فيه، جيبي بصلتين كبار حلوين كده وتغسليهم وتخرطيهم دواير، ولما يحمروا خرطيهم دواير، ولما يحمروا تشيليهم، وبقيه الزيت هتحطيه على البصاره. بقيه الزيت اللي اتحمر اللي فضل من البصل هتحطيه على البصاره من فوق. ودي البصاره الحلوه الجميله العسل دي خلصت معانا خلاص اهي. هنفضيها في الطبق، هنقلبها ونفضيها في الطبق، وبعدين بعد ما نفضيها في الطبق البصل الحلو الجميل اللي احنا حمرناه مع بعض اهو، الزيت يتحط كده على الطبق من فوق، ده اللي فضل من البصل هتحط على الطبقين اللي انت غرفتيهم. وبعدين نحط البصل اللي احنا حمرناه على البصارة من فوق بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. والطبق التاني هنعمله زي ما عملنا الطبق ده بالظبط، هنحط برضه عليه البصل، وهيتقدم معاه بدنجان مخلل زي ما احنا شايفين بالخل والثوم، بدنجان مقلي بالخل والثوم زي ما احنا شايفين كده، او بدنجان يعني هبقى اعمل لكم فيديو كده ونوريكم الطريقه بتاعته. هنعمله لكم فيديو كده نوريكم الطريقه بتاعته. اتمنى كده ان الوصفه تعجبكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالهنا والشفا.